اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل غزة يا رب. اللهم انصر أهل غزة. اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا يا حبايبي، ده كان يوم وقفة رمضان أول امبارح يعني. ده كنت جبنا بقى ايه شوية محشي وكده وقلنا نعمل ايه. انتوا عارفين طبعا ايه مصر كلها بتعمل محشي أول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. وكنت جايبة هنا بقى، جبت الخضرة غسلتها على فكرة كويس، يعني أنا غسلتها بس معرفش هي باينة ليه في الكاميرا مصفرة كده، بس هي خضرة والله مش صفرة ولا حاجة. نضفتها كويس بقى وغسلتها. وهنا كنت شايفين القدرة اللي هناك دي، شايفينها دي الفول بقى. بعمل يوم ايه، يوم الوقفة، قلنا عشان نتسحر بيه إن شاء الله أول يوم. أنا الفول يا حبايبي بصوا بحط فيه ايه بقى إن شاء الله. بحط تلات كوبايات مج من الفول، وبحط عليهم ربع فول مدشوش، وبحط عليهم ربع كوبايه برضو ايه عدس اصفر، ربع كوبايه عدس اصفر، وربع كوبايه فول مدشوش، وثلاث كوبايات. وبحط 3 معالق خل. الخل بيخليه زبده يعني بصراحه. بس كده. وبحط في قلبه ليمونه، واحده ليمونه دي يعني إيه، ما تطلعيهاش عادي، سيبيها فيه لغايه الاخر. وبرضو بعد كده ما تطلعيهاش خالص، يعني تسيبيها هي كده كده هتدوب يعني يا حبايبي فيه. فبصراحة الخل والبتاع الخل ده بيخليه ايه، يعني زبدة خالص بصراحة. وهنا بقى ايه، كنت قورت الكوسة دي هخليها طبعا عشان اعرف افرش بيها الحلة من تحت وكده. كنت جبت 2 كيلو كوسة قورتهم برضو. ده كل يوم وقفة رمضان يا حبايبي بعمل الحاجة دي. كان قصدي يوم الحد. حطيت فلفل طبعا، وحطيت ال7 بهارات، وحطيت معلقة كزبرة وملح وفلفل اسود قلت واحط ايه تاني. كنت بمد ايدي بجيب حاجة من هنا، ايوه، بجيب من عند العطار ورق لورا على حبهان مطحون. انا جبت التوابل طبعا لحابي، رحت وكده من الجمعة اللي فاتت دي، ورحت الغورية بجيب حاجتي من الازهر من هناك. فطحنت التوابل زي ما انتوا شايفين اهو، الفلفل طبعا، ودي البهارات اهي، ودي اللي بقول لكم عليها ورق لورا على حبهان. بجيب الربع، نص كيلو اللي انت عايزاه يعني وكده. وبحط شطة، هحط شطة حبايبي. وكنت قطعت الخضرة هنا طبعا عشان انتوا عارفين الوقت وكده. انا بلف المحشي من بالليل، سواء ورق عنب، سواء بتنجان، سواء كرنب، اي حاجة بحب اعملهم بالليل. ده كده خلاص كنت لفيت كنت حشيتي قصدي البتنجان كله والكوسة وكله شلته في التلاجة. وده كان بقى ايه ميعاد السحور. طلعت الفول اهو بصوا، زبدة والله، زبدة ايوه. نسيت يا حبايبي، وفي الاخر قبل ما يستوي يكون استوى قصدي، خلاص استوى خلاص، بجيب معلقتين دقيق بحط عليهم حبة مية ومدوباهم فيهم كده وبدلقهم عليه. بخليه اول ما بحط الدقيق بيغلي غلوة واحدة بس الفول، غلوة او غلوتين بس كده ايه، من غير ما يتقلب ولا اي حاجة. بصراحة كمان معلقتين الدقيق تحفة. شايفين الفول، زبدة والله، زبدة خالص. هفرغ بقى بعد ما نتسحر، بعد ما اتسحرنا وكده رحت مفرغاها معبيها في اكياس وعيناها فين، في الفريزر يا حبايبي. وهنا كان ده ايه، كنت صحيت الصبح، صحيت بقى اول يوم رمضان ده يعني يوم الاثنين اللي هو امبارح. كنت تعبانة جدا جدا جدا، ما اعرفش ايه اللي حصل لي. انا بعد السحور الصبح كده رجعت، صحيت الساعة 7 قعدت ارجع، ما اعرفش، معدتي قلبت عليا بصراحة، كنت تعبانة قوي. صحيت الصبح ده انا حمدت ربنا الحمد لله يعني ان انا ايه عملت المحشي من بالليل. هنا كنت سبكت القوطة دول علشان هعمل ايه لوبيا. عارفين اللوبيا المعدسات الصغيرة دي، غير الفاصوليا طبعا، دي لوبيا الصغننة دي ام عين سودا. كنت سبكت القوطة بتاعتها وحطها. وهنا كنت بعمل ايه بقى، حطيت الماسورة بتاعت اللحمة، لسه هشيل الرمة بتاعتها واحط اللحمة دي يا حبايبي جايه من البلد. ربنا يا رب يخليهم اخواتي ويسعدهم هم ووالدتي، ويا رب يخليهم لي يا رب، ويجعل ايامهم كلها ان شاء الله فرح وهنا يا رب. اخواتي دول بعتوا لي لحمه وبعتوا لي شويه حاجات بصراحه حلوه يعني من البلد.
برضو ايه هتنفع معانا في ان شاء الله في شهر رمضان. وهنا برضو كنت جايبة ملوخية غسلتها، وبحب انقعها شوية في المية ايه، يعني ايه كنت بغسل المواعين برضو والله. تعبانة وبعمل كل حاجة، ما هو مين اللي هيعمل؟ طيب مين؟ مش مفيش. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أعرفش، بالي فترة كده تعب بيجيني كل شوية تجيني حاجة، بس الحمد لله والله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. أنا كنت جبت إيه برضو إيه، كوباية كوباية واحدة بس لسان عصفور، واللوبيا دي برضو إيه جبت كيلو من كل حاجة عشان آخد كوباية مج، لأن الأكل بصراحة عندي بيبقى يعني كتير حرام. فإيه بعمل مج كده، المج الشاي الصغير ده بعبيه، بعمل هو لسان عصفور بس أهو، وبعمل اللوبيا برضو مج. يعني الحاجات بحاول ما كترش يعني في الحاجة عشان حرام طبعا، الواحد ما بياكلش كتير في الصيام وكده. انا يعني اكلي النهارده كان هي محشي الحمد لله طبعا، محشي ولوبيا وملوخية ولسان عصفور، الحمد لله والشكر لله. نحمده ونشكر فضل، الحمد لله ان فيه وبنعمل، الحمد لله يا رب، الحمد لله. الحمد لله ان احنا يعني جبنا برضو الحمد لله شوية حاجات كده، احمدك واشكر فضلك يا رب. في غيرنا مش لاقي. ربنا يوسع على الناس كلها يا رب ان شاء الله، ويجعله شهر كريم على الناس كلها يا رب. الواحد نفسيته تعبان والله يا جماعة. هنا كنت حشيت طلعتها خلاص، كان الساعة 3 أو الساعة 3. خلاص كنت سخنت حبة شوربة على حبة مية، خلطتهم كده مع بعض، وحطيت لهم شوية، وحطيت لهم 2 مرقة، وحطيت على على الكوسة، وحطيت على البتنجان والفلفل. وهنا لسه العصفور كان خلص اهو، واللوبيا عملتها الحمد لله. باقي معايا ايه غير الملوخية، وعملت بشوية بلح الحمد لله، جابولي شوية بلح من البلد برضو، جابولي بلح وجابولي شوية عيش وجابولي حبة فايش الحمد لله، وعيش البلدي عارفينه العيش بتاع الصعيد، وجابولي البطرمان السمنة ده برضو هما ده. أنا برضو كنت بطلع طبعا، أنا كنت عاملة قبل كده السمنة وموريها لكم، اللي أنا بعملها من وش اللبن بتاعي دي، لأ دي بتاعت البلد دي، شايفينها؟ جايبين لي بطرمان سمنة اهو، ربنا يخليهم يا رب ويحفظهم لي اخواتي وامي. هنعمل ايه بقى هنا؟ حبة الملوخية. يا رب يا كريم يا رب. بصراحة بعتوا يعني لحمة، وبعتوا لي بط، وبعتوا لي فراخ بلدي، الحمد لله يا رب. وبعتوا لي شوية حاجات حلوة يعني هتنفعني في رمضان. الحاجة غالية قوي هنا والله، انا جبت الحاجة دي، جبت الدقيق وجبت اللي بتاع، كنت عاملة جمعية صغيرة كده قبضتها 2000 جنيه، وعملت بيها ايه، وعملت بيها جبت بيها شوية لما رحت معرض رمضان الحمد لله. يعني جبت الدقيق، جبت شوية دقيق، وجبت شوية، أنا جبت البقوليات يعني الحاجات المهمة، ما روحتش جبت حاجات بقى وصاحبتي جابت لي الحاجة التانية دي، شوية كفتة 2 كيلو كفتة على كيلو همبرجر والحاجات دي يعني. بس نفعت الجمعية والله يعني حلوة الحمد لله، لمت معايا الدنيا. واخواتي بقى جابوا لي الباقي الحمد لله من البلد. نحمده ونشكر فضله الحمد لله. يا رب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. إن الحاجة تخلص الملوخية، هتعمل حبة الملوخية كان آخر حاجة. يا رب يا حبايبي الفيديو بتاعي كده إن شاء الله يعجبكم وأكلي يعجبكم. والحمد لله يا حبايبي، يا رب كده إيه كل اللي يتفرج عليا يعمل لي اشتراك، مش طالبة غير كده والله. كده الكوسة استوت هنا، والبتنجان كان خلاص هيستوي. يا رب يا حبايبي كده، يا بتمنى من ربنا كل اللي يتفرج كده ويعجبه الفيديو إن شاء الله وهيعجبكم بإذن الله، يعمل لي لايك واشتراك يا حبايبي، علشان زي ما انتوا شايفين القناة يعني صغنطوطة لسه. يود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وجعلها إن شاء الله سنة سعيدة ورمضان سعيد على الكل يا رب. وإن شاء الكل إن شاء الله يا رب كده كل الناس تتراضى في رمضان يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين.
الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا يا جماعة لمّا أبقى متضايقة ومخنوقة دايمًا أقول يعني إيه، الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. باحس نفسي إن إيه، نفسيتي بترتاح شوية والله يعني. وأدي طشينا حبة الملوخية، وما عرفتش بقى أعمل أي حاجة تاني بعد كده يعني لمّا جهزت الأكل وخلصته قصدي وغرفته ما قدرتش، كنت تعبانة أوي. بس هو كده الحمد لله رضا. يا رب الفيديو بتاعي إن شاء الله يعجبكم يا رب يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب.